في أنواع دايت كتير جدا انتشرت فجأة، سواء متقطع كيتو. فهل في سبب إن الدايتس دي كلها موجودة؟ كل الأنواع دي موجودة؟ Keep coming back like Jason. I can make 'em scream like Craven. Maybe I'ma snap like Batman. Another face with us all, don't face 'em. Blade to the neck, no shit. أكبر سبب في انتشار الأنواع دي إن الناس بتحاول تلاقي طريقة سهلة إنها تخس، وفي نفس الوقت الطريقة السهلة دي هما يعني مفكرينها سحر. يعني الكيتو بتمنع الكرب خالص، الصيام المتقطع انت بتاكل في وقت معين. كلها في الآخر حاجات بتساعدك إن انت تحدد الكالوريز بتاعتك. هل في فايدة في الموضوع ده؟ أكيد في فايدة، لأن انت كل ما تقلل الكالوريز كل ما انت هتخس. دلوقتي هل تقليل الكالوري عامة بيفرق، ولا لازم نشيل حاجة معينة من الأكل اللي بناكله؟ يعني مثلا زي الكيتو احنا بنشيل كارب خالص، أو بيبقى بنسبة قليلة جدا. هو في الغالب لأ، المفروض عادي تاكل كل حاجة في الدنيا طالما في المستوى بتاع الكالوريز بتاعك انت هتخس. بس في حاجة تاني وحاجة أهم بكتير، هل اللي أنا باكله ده هينفع جسمي ولا لأ؟ مثلا كوباية الكولا 100 كالوري، كوباية اللبن 100 كالوري، مين فيهم هيفيدني؟ الاتنين فيهم كارب، اكيد اللبن. يعني منطقية. هي دي الفكرة بقى اللي احنا بنتكلم فيها، موضوع منطقي ان هو مفيد ليك، يبقى ده اكل صح، وده اكل صحي وانت المفروض تاكله. اختياراتك مثلا المفروض تكون عاملة ازاي؟ انا صحيت من النوم عايز افطر، طلعت توست، طلعت شوية بيض، قليت البيض او سلقته، الاتنين تمام. اللي بيقولوا نسلقه بس يعني ما علينا، دي ناس ضيقة قوي. آه، قلينا البيض والتوست حمصناه في الطاسة برضو بعد البيض. الوجبة دي تمام جدا، مفيهاش أي مشكلة في الدنيا. امتى بقى الناس بتبدأ تشيل الصفار وبتبدأ تقلل في الزبدة والكلام ده؟ ده حد مهتم ان هو يخس قوي. يعني هو مش تغيير نوع الأكل بس اللي هيخسسه، كمان الكميات لازم ياخد باله منها. والصفار بنقلله لأن لما الصفار بيقل كمية الكالوريز اللي في البيضة بتقل جدا. فدي طريقة ان الكالوريز تقل بس، لكن الصفار مش مضر. الصفار مش بيجيب كوليسترول، هو اسمه كوليسترول بس مش بيجيب كوليسترول. اللي بيجيب كوليسترول الزيوت المهدرجة الكتير اللي بنستعملها في بقية اليوم. بنحط على الفول، بنحط على البطاطس، الحاجات دي كلها زيوت مهدرجة بتبهدلنا. زيت الزيتون الوحيد اللي ممكن يكون كويس. حد تاني ممكن يكون الفطار بتاعه عبارة عن نزل كافيه، جاب دونتس وقهوة لبن وحط سكر كتير جدا، ده الفطار بتاعه. الاتنين يعني اكيد في فرق. يعني انت اكيد شايف الفرق بين الوجبتين. وجبة انا واخد منها بروتين كويس وفايدة عالية وفايبرز ودهون صحية، ووجبة تانية انا واخد منها دهون مش صحية وسكر. والحاجات دي المخ بيدمنها شوية. يعني الميكس بتاع السكر والدهون المشبعة ده الجسم والمخ بيدمنوه شوية، فبيبقى صعب بعد كده ان انت يعني تاكل دونات واحدة. احسن حاجة في الدنيا تعملها ان انت تغير طريقة اكلك خالص لو انت عايز تخس، او حتى كمان لو عايز تتخن بس تكون عايز تتخن بطريقة صحية. الناس اللي هي بادئة سكيني جدا، ف يعني في حد بيبقى سكيني جدا بس محتاج يزيد شوية عضل. في ناس بتبقى محتاجة تزيد شوية دهون، خاصة في البنات عشان صحيا دهونهم لما بتبقى دهونهم أكتر شوية بيبقى أحسن من الرينج بتاع البنات الطبيعي من 15 ل25. كان فهي كده، هي انت بتبقى ماشي في, في اليوم بتشوف انهي قرار اللي هيبقى مفيد ليك اكتر. دور على الاكل اللي هيفيدك، مدورش على الاكل اللي طعمه حلو بس. ممكن تلاقي اكل هيفيدك وطعمه حلو، ممكن تلاقي اكل طعمه حلو مش هيفيدك بس ممكن تاكله برضو لو انت بقيت اليوم ماشي كويس. يعني مثلا انا ما بقولكش خلاص بقى تمنع ما تشوفش الدونات دي تاني وما تاكلش عيش، ما فيش الكلام ده. انت هتاكل الحاجات دي كلها وكل حاجة، بس في اوقات. يعني مثلا مش كل يوم هفطر دونت،
ممكن يوم كده انا حبيت اروق على نفسي، كنت نازل قعدت في كافيه، جبت الدونت والقهوة وقعدت فطرت الدنيا تمام. يوم تاني بعدها مثلا بكام يوم مشيت اكلت كويس الايام اللي في النص، بعد كده اهوت رحت اكل، حبيت اكل بيتزاية، خش في البيتزاية عادي. لكن يعني ما تحجمش نفسك في حاجة، وما تمنعش نفسك من نوع في الاكل. يعني ما تمنعش كرب، ما تمنعش فات، ما تمنعش، اكيد ما تمنعش بروتين. لكن يعني انت عايز تخس، فانت الاول لو انت بتاكل صح انت كده كده هتخس، لان الاكل الصحي كمية الكالوري اللي فيه اقل بكتير من في الاكل التاني. يعني مثلا الخضار يعتبر مفهوش كالوريز، فانت ممكن تاكل طبق خضار محترم وما ما فيش ما... انت يا عم 50 100 كالوري، في نفس الوقت دي كوباية بيبسي وصغيرة، مش كوباية كبيرة لو انت بتقلبها في بق. المهم بقى في الحوار ده، انت لما تنقي اكلك وتتعود على الاكل الصحي، بعد كده لو احتاجت تخس اكتر هتحتاج بقى تشوف الكالوريز بتاعتك، تحسبها بقى واحدة واحدة وتشوف ايه من اللي انت بتاكله ممكن تقلله شوية، ايه ممكن تبدله بحاجة تكون كميتها اكبر بس الكالوري بتاعتها اقل. يعني مثلا لما تاكل توست، في ناس بعد كده بعد فترة التوست بالنسبة لها بيبقى يعني كارب زيادة غير اللي هم فوق اللي هم محتاجينه، فانت ممكن تبدله برايس كيك اغلى شوية بس بتقعد. يعني مثلا الخمسة باين او الست منها كانت بتستاية حاجة كده، فهي بتملى مكان، فحلوة جدا. مثلا انت قررت بدل ما تاكل عيش تاكل بطاطس، ده احسن اساسا، بس عادي يعني العيش مش وحش، بالذات العيش الاسمر بتاعنا اللي بنجيبه من الفرن ده حلو جدا. متركزش في كمية قد ما تركز في نوع، بالذات وانت لسه بادئ، عشان بعد كده هتلاقي نفسك اللي هو خلاص انا الدايت ده مش جايب معايا سكة، انا مش هعمل دايت تاني وكفاية كده. فلا يعني حاول وانت بتعمل دايت او لو بتحاول تخس تبدأ ان انت تاخد بالك من اكلك نوعه ايه، بعدين كمية، وحاول تملى في اليوم بتاعك او في الاكلة بتاعتك بروتين. انت لما تملى بروتين في الوجبة بتشبع اسرع، لان البروتين بياخد وقت كمان في الهضم، فانت بتفضل كمان شبعان فترة طويلة. يعني مثلا جسمك هيهضم انهي اسرع، حتة لحمة ولا كيكة؟ الكيكة هتخش اتهضمت مفيش، حتة اللحمة هتقعد حبة جوه قبل ما تتهضم بقى وتتحلل وتاخد البروتين اللي فيها والحوارات دي، كل ده هياخد وقت فعلا. لكن الكيكة هي هتخش بقت دهون وسكر في الدم وشكرا. سبسكرايب، شير ولايك لو الفيديو عجبكم واستفدتوا بيه.